مقر إقامة المنافسي الهولندي، حيث مراسلنا باسل حمدو منتخب هولندا وجد نفسه في وضع يخيم عليه تفادي الهزيمة. كيف سيتعامل مع مباراة هذا المساء باسل؟ نعم زميلي محمد، في الحقيقة قبل قليل تحديدا تحدثت مع الكادر الفني للمنتخب الهولندي وإدارة المنتخب الهولندي. قبل قليل غادرت تشكيلة المحتملة التي تشارك اليوم أمام منتخبنا الوطني إلى ملعب التدريبات لإجراء تدريبات خفيفة. لكن المفاجأة بأن منفس ديباي كان أحد هؤلاء اللاعبين الذين ذهبوا إلى التمرينات. هل سيشارك أم لا؟ بحسب مصادرنا بأن المدرب الهولندي لن يغامر في منفس ديباي إلا إذا احتاج ذلك. قال بأنه لا يريد أن يغامر حتى لا يخسر هذا اللاعب. لكن هناك تخوف كبير جدا من مواجهة منتخبنا الوطني، ليس فقط على مستوى الكادر الفني، أيضا التقيت بعدد من الإعلاميين قالوا لي بأن هذه المباراة هي الأهم للمنتخب الهولندي، هي الأكثر صعوبة للمنتخب الهولندي، لأن منتخبنا الوطني يريد أن يضع بصمة في نهاية هذه البطولة، في نهاية مشواره في هذه البطولة. فهم يتوقعون مفاجأة كبيرة من منتخبنا الوطني، لذلك سعى المدرب إلى التركيز بشكل كبير على هذه المباراة، وقال بأن هذه المباراة ستكون صعبة للغاية لأن المنتخب القطري سيضغط منذ البداية. لذلك حتى هنا الإعلام الهولندي يعني متحسب لأي مفاجأة قد تكون اليوم. طبعا تحدث قبل قليل أيضا مع إداري المنتخب الهولندي، قالوا بأنه كل اللاعبين على جاهزية تامة، نعم، باستثناء منفس ديباي الذي لم يقرر بعد المدرب هل سيشارك أم لا. إذن باسل حمدو من أمام مقر إقامة منتخب هولندا، شكرا جزيلا لك. شكر موصول كذلك لصالح عبد الله من أمام مقر إقامة منتخب